بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات. جيت لكم بفيديو جديد النهارده. اتاخرت عليكم كتير، معلش كان عندي ظروف كده، فهي يعني ظروف قهريه كده هي اللي اخرتني عليكم. انا متشكره جدا طبعا على الناس اللي اشتركت في القناه، المشتركين الجداد. طبعا برحب بيهم كلهم، على الرغم ان هم مش بيكتبوا لي كلمه تفرحني كده في التعليقات. عايزاكم كل اللي يخش القناه يكتب لي كلمه كده ويقول لي ان انا دخلت كتير في القناه والقناه عجبتني وانا اشتركت عندك عشان اتابعك على طول. وانا برحب بيهم طبعا. هحاول ان انا اكتب لكم اساميهم على الشاشه كالعاده. واتاخرت عليكم ليه؟ اول حاجه كنت تعبانه، كان عندي دور برد شديد جدا وكان عندي كحه. فطبعا عشان ما اضايقكوش بالكحه بتاعتي بقى وكل كلمه اقعد اكح لكم، فاستنيت كده لما تعافى كده شويه وطلعت لكم بالفيديو ده. واللي عايز يعرفني اكتر، انا فاتحه قناه تانية بردك اسمها نجله شانل، بس مش نجله شانل 2. يتابعني وكده وهيعرف كل اخباري وهيعرف ان انا كنت متغيبه عن القنوات يعني. دلوقتي جاي لكم بقصه حلوه قوي، مش قصه حلوه خالص، هي قصه وحشه خالص. بس هي يعني عارفين في قصص كده بتستوقفني ان انا ببقى حابه ان انا يعني اخد رايكم فيها ونتابعها مع بعض وكده. هي قصه غريبه جدا من نوعها، مش عارفه ايه اللي جرى للاطباء اليومين دول. اتجننوا ليه؟ مش عارفه يعني، سواء طبيب صغير سواء طبيب كبير بيرتكب كده جرائم غريبه جدا من نوعها. يعني ما كانتش موجوده عندنا في القديم. يعني الطبيب ده كان ليه اسمه كده وكان ليه هيبته، ان هو كان الواحد بيروح له وهو مأمن على نفسه. اي طبيب الواحد كان بيروح له كده كان بيأمن على نفسه وهو في المستشفى عنده او في العياده عنده. لكن دلوقتي مبقاش فيه ابدا خير في البلد ومبقاش فيه خير في الدنيا. طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك الخير في امتي الى يوم الدين. بس دول بقى يعني ايه؟ يعني ما يعملوش الا انفسهم، يعني ما بيمثلوش الا انفسهم. احكي لكم ايه قصه عشان خاطر ما اطولش عليكم في المقدمه عشان الناس بتتضايق. الطبيب ده مش طبيب الساحل طبعا، طبيب الساحل الله يرحمه. في ناس كتير دخلت لي على فكره على الفيديو بتاع قضيه طبيب الساحل، وقالوا لي ان انت بتقولي معلومات مغلوطه. انا ما بقولش معلومات مغلوطه ابدا، انا بتفرج على مصدر واثنين وثلاثه عشان خاطر اوصل لكم المعلومه صح. والمصادر دي انا ببقى واخداها وكاتباها وحافظاها عشان خاطر انقل لكم المعلومه صح. فالناس اللي هي داخله تقول انت ما تعرفيش حاجه او مش ما تعرفيش حاجه، لا انت تابعي كويس، ده شغلي، وانا استحاله ان انا هقول لك معلومه الزم ان هي بالورقه والقلم بقولها لك. واستحاله ان انا اقول لك كلام مغلوط. انا قلت ان طبيب الساحل ان هو كانوا قتلوه عشان كانوا طمعانين في، هم قالوا كده في بدايه التحقيقات. شافوا معاه موبايل وكان معاه دولارات ومش عارف ايه، وكان حقد عليه اللي هو اسمه شحته. طبعا مش هنكرر الاحداث تاني، يرجعوا طبعا للفيديو وهتعرفوا انا قلت ايه فيه. ما علينا، احنا دلوقتي هنتكلم على ايه بقى؟ مش طبيب الساحل، هنتكلم على طبيب رود الفرج. طبيب رود الفرج دي في رود الفرج دي فين؟ منطقه اسمها شبرا. في منطقه فيها اسمها رود الفرج. شبرا دي انا منها، وشبرا دي الصراحه انا بحبها جدا، بس الا من رحم ربي طبعا. هحكي لكم الطبيب ده عمل ايه. عمل جرم يعني مفيش ولا اي حد ارتكبه قبله ولا حد يرتكبه بعده. والحكم اللي اخده يعني حكم غريب جدا. بصوا بقى، الطبيب ده عنده كام سنه؟ عنده اللهم صل على النبي، عنده 57 سنه، يعني يعتبر جده. ايه اللي جراله بقى؟ الطبيب ده كان بيقولوا ان هو مارس علاقه غير شرعيه مع 60 مريضه. 60 مريضه بيصورهم ويخدرهم وينيمهم على السرير ويصورهم بكاميرات 200 جيجا. يعني اكتشفوها في الهارد اللي عنده. وهحكي لكم القضيه من اولها لاخرها. بصوا، منذ سنة 2007، طبعا أنا هلبس النضارة كالعادة عشان الشوهة بتاعتي مكسورة، ولاد عيالي كسروها لي فما تأخذونيش يعني. بيعمل إيه بقى؟ منذ سنة 2007 بيخلي ستات كتير ساعات بيرضاها او بيخدرها، لو وافقت وقالت مفيش مشكله بيصورها. يعني هو اصلا من الاول للاخر دكتور شمال. اول حاجه يعني ما تامنش ان مراتك تروح لدكتور لوحدها. انا من صغري كده هوت، منين ما بروح لدكتور الصراحه جوزي ما بيودينيش لوحدي. قسما بالله العظيم، يعني مره واحده رحت لوحدي، وانا استغفر العظيم يا رب رحت مضطره، مش عارفه هو كان في الشغل ولا ايه. بس مع ان الدكتور ده اصلا انا والده عنده بنتي وكنت متابعه، وهو سمعته يعني معروفه يعني. بس برضك انا ما بحبش ان انا اروح لدكتور، خصوصا دكتور النساء لوحدي. دكتور النساء ده لازم جوزي يبقى معايا. يعني انت برضك نفس الحكايه، اللي بتتفرج عليا ما توديش مراتك وعايز تامن وديها لدكتوره. دلوقتي ما بقاش في امان. فده دكتور شمال كان بيعمل ايه؟ كان لو الواحده وافقت، طبعا هي الواحده دي كانت بتبقى استغفر الله العظيم يا رب برضك شمال، كانت ممكن تبقى عامله حاجه غلط وبتعمل اجهاض.
فبتروح له طبعا وهو بيساومها ويقول لها عايزه مثلا كذا، اعمل معاكي علاقه واصورك، وعشان خاطر يوافق ان هو يعمل لها العمليه. فهو يعني استغفر الله العظيم يا رب، علاقه كلها شمال في شمال. عمل المشكله دي مع كام واحده؟ عمل المشكله دي مع 60 ست. ال 60 ست اللي هم اللي اتحصلوا عليهم يعني. مفيش واحده دخلت العياده الا وخدرها وصورها. طبيب نسا، الواحده تأمن، المفروض الواحده تامنه على جسمها. نام مع 60 مريضه و200 جيجا من الفيديوهات الجنسيه تمت مصادرتها وبيتم التحقيق معاه. طبيب الاجهاض بروج الفرج هو اسمه ايه؟ محمود مصطفى محمد، عنده 57 سنه، مولود سنه 1966، يعني كبير جده يعني. بيعمل طبيب نساء وتوليد واجهاض بروج الفرج واطفال. الكشف بتاعه بكام؟ الكشف بتاعه ب 100 جنيه. قال ايه بقى؟ قال والدي بيعمل عميد في المخابرات الحربيه، يمكن هو ده اللي كان مديله ان هو الدفعه، يعني ان هو يبقى يتسعر كده ويبقى حاسس ان هو ايه، الدنيا كلها واقفه معاه. ووالدته يعني ناس محترمين والله، والدته كانت بتعمل في الهيئه المصريه للرقابه على التامين، واخته نرمين دي مهندسه زراعيه، يعني من عيله كويسه. كانت دي اخته دي كانت اصغر منه ب4 سنين. واخين واخت تاني غير اشقاء. اخدت الثانويه العامه من مدرسه التوفيقيه بشبرا الخيمه وجبت 90%، ودخلت طب اسكندريه سنتين، وبعدها حولت القصر العيني واخدت بكالوريوس طب وجراحه سنه 1988. يعني ده واحد وقدره يا جماعه، يعني عارفين يعني ايه، يعني المفروض يتهد. سنه ايه 1988 من قصر العيني، تقدير جيد جدا. وسنه 1988 خد امتياز في القصر العيني. اتعين نائب نساء وتوليد في مستشفى امبابه العام. انا الكلام ده يا جماعه جايبه لكم من التحقيقات بتاعه الحكومه، يعني ما حدش يقول لي انت بتقولي كلام من دماغك. وانتدب في 6 شهور في مستشفى الجلاء للولاده. اوكي. اللهم صل على النبي. سنه بقى 90 فتح عياده خاصه بيه في نفس السكن بتاعه الخاص بيه، ويطلع ترخيص منشاه طبيه من الرقابه وترخيص مزاوله من الحي باعتباره ممارس يعني عام. سنه 1992 اتجوز من مراته اسمها امل تيت تيت تيت. انا عارفه اسمها طبعا بس حرام عشان خاطر الناس بيقولوا لي اعراض ناس ومش اعراض ناس. الكلام ده بيبقى مكتوب في اوراق، يعني اوراق في مصادر، يعني مش انا اللي قايله من دماغي. انا ما بجيبش سيره حد ولا بختاب حد ولا بنم حد يا جماعه. الكلام ده الناس بتتداوله في التحقيقات. برضك مش هقول اسمها كامل. واتخذ الدور الثالث مسكن للزوجيه وخلف بنته، وهي دلوقتي خلصت ماجستير بجامعه الازهر. سنه يعني بنته كبيره، خلصت ماجستير الازهر، يعني بنته عروسه، الله اعلم متجوزه ولا بنته كبيره. اسمها روجين. بلاش برضك اقول اسمها، معلش اسمها زلف من تحت لساني، يعني هو في 100 روجين. سنة 2002 بقى خلف ابنه نور، وسنة 2004 خلف ابنه ناير، يعني شغال الله ينور ما شاء الله عليه. وسنة بقى 2004 انفصل عن زوجته، الله اعلم انفصل عن زوجته ليه. ما تهدش بقى. سنة 2004 انفصل عن زوجته الأولانية. سنة 2007 اتجوز تاني من مراته التانية. سكن على الكورنيش في مساكن فين؟ في روج الفرج، المساكن اللي على الكورنيش. خد مسكن الزوجية بتاعه اللي هو الايه اللي قاعد فيه. خلف مين تاني بقى؟ خلف ابنه مهند، وبعدها خلف بنته اسمها ناجين. سنة 2011 في عيادته اللي هي نساء وتوليد واطفال وبطنه، كان بيمارس فيها المهنه من الساعه 12 للساعه 2 الظهر، ومن الساعه 6 للساعه 9 مساء. كان بيساعدوا في العياده دي 2 موظفين، وساعات كانت بتبقى واحده بس. ماشي. اللهم صل على النبي. معلش متاسفه الكهرباء قطعت، فاضطريت ان انا اقعد الفتره اللي هي الكهرباء قطعت فيها عشان خاطر اكمل لكم الفيديو يعني. بصوا بقى وصلنا لغايه فين في الفيديو اللي احنا كنا بنتكلم فيه. الصراحه انا قطعوا عليا حبل افكاري، كنت مندمجه في الكلام ومش عارفه وصلت معاكم لغايه ما 2 موظفين، 2 بنات طبعا جولوا العياده وكده. وفي بنت كان اسمها جيهان لقت عياده ثانيه تديها تمن، يعني مرتب اعلى من المرتب اللي هو بيديهولها، فهي راحت سابته وراحت جابت له واحده بدالها اسمها مريم. البنت اللي اسمها مريم دي اشتغلت عنده كده، وبيقول ان هي كانت تعبت وكده وكان عندها ثعلبه، بتقول له ان هي عايزه تحاليل، تعمل تحاليل وكده، وكتب لها على حبه تحاليل تعملها. وكانت بتكلمه بتقول له ان هي الدوره الشهريه اتاخرت عندها، فراح كاتب لها تحليل حمل من ضمن التحاليل اللي هي كانت هتعملها. هو دي بقى القشه اللي قصفت ظهر البعير.
عمل لها تحليل حمل، عرف ان هي ايه بعد ما جابت له التحاليل كلها. طبعا هو ما قالهاش ان هو كاتب لها من ضمن التحاليل تحليل حمل، عرف ان هي من ضمن التحاليل اللي هي كانت بتعملها كتب لها تحليل حمل. فبعتت التحاليل ليه وكده وريتها له تاني. المهم ان هي عرف ان هي حامل. فقال لها وكده هوت قالت له ده كان في واحد اسمه مصطفى ومش عارف ايه، واحد تاني اخو صاحب اخوها، وعارفين مريضة كده يعني. المهم عرف ان هي حامل، عرف ان هي حامل، سمع فيها طبعا وساومها، وقال لها يعني عرض عليها ان هو يعمل معاها علاقه وكده هوت، وهي طبعا وافقت. وبيقول ان هو عمل معاها علاقه 7 8 مرات، وعلاقه كامله يعني علاقه الازواج. وبيقول كمان ان في التحقيقات بتاعته، انا ما بجيبش كلام من عندي، بيقول في التحقيقات ان هو مره عمل معاها علاقه من الدبر. المهم ان بيقول ان في الفتره دي في فلوس اتسرقت من العياده، حوالي 48,000 جنيه. وبعدين قال لها وكده، وكلم اللي اسمها جيهان، قالت له اكتب عليها ورق، اكتب عليها وصولات عشان خاطر الفلوس تديها لك. جت راحت حكت لابوها، البنت اللي اسمها مريم دي، راح بابا البنت اللي اسمها مريم كلمه وقال له لا احنا ما سرقناش حاجه، واللي عندك اعمله. وراحوا عملوا فيه ايه، عملوا فيه محضر، عملوا فيه محضر ان هو اللي تسبب في حمل البنت. هو بقى كان في الفترة دي كان بيعاني من حاجة جنسية يعني وكده، وكان يعني كان هو عنده عقدة أصلا، هو جات له عقدة لما هو حصل له ضعف جنسي. أنا في كلام طبعا بتحفظ عليه عشان مش هقدر أحكي لكم القصة زي ما هي، ما سمعتها، لأني أنا في كلام باخد يعني مش عايزة أغدش حقكم إن أنا أقوله، فأنا بقوله لكم كده زي ما أنا فهمته. هو حصل له دروب كده في صحته كده، وحصل له عجز جنسي. فزي ما تكون الموضوع ده عمل له عقدة نفسية. المهم ان اللهم صل على النبي، حصل له عقده نفسيه، فبقى يعوض العقده النقص في ايه، في ان هو يصور الحاجات دي. بيقول ان انا كنت بحب ان انا اتفرج على نفسي وانا بعمل حاجه زي كده يعني، الواد هيرو يعني. بس البنت دي راحت عملت فيه محضر ان هو هتك عرضها وكده، وان هو مارس معاها العلاقه غصب عنها، عملت عليه قضيه يعني. بصوا بقى، في 2013 كان بيتردد عليا 10 مرضى يوميا، لغايه ما واحده مريضه اسمها ناديه تهمتني بهتك عرضها واتحبست 3 شهور احتياطي. دي بقى بدايه التحول في حياته، بقى تحول لمجرم يعني. لما الطب الشرعي ورد واكد ان مفيش اي تعدي جنسي عليها، تم اخلاء سبيله، وتحولت القضيه للمحكمه، والمحكمه استدعت طبيب استشاري ذكوره، وشاهد ان انا عاجز جنسيا وبسبب انسداد شرايين، ومريض مريض قلب يعني. لغايه عام 2000 اخدت براءه. عيادتي اتاثرت جدا، والمعتاد ان هو كان بيجي له 10 مرضى تقريبا في اليوم، بقى يجي له 5 مرضى بس، بدل 10 يعني، نزلوا للنص. وعيادتي كانت خاليه تماما من كاميرات المراقبه، وهي كانت عباره عن شقتين في الدور الارضي قصاد بعض، شقه لاستقبال المرضى، والشقه الثانيه كانت مجرد اقامه وعمليات وحجره تعقيم طبيه. شغلي في عباره عن تركيب لولب، كي قرحه، فتح خراج مش عارفه اسمه انسينول ولا اسمه ايه كده، ولاده بستخدم عقاقير، وبعمل سونار. لغايه 2007 بيجي لي ستات كنت بمارس معاهم برضاهم، وواحده بخدرها. بعرف طبعا من سلوكها ان هي كانت يعني استغفر الله العظيم يا رب، بيعرف طبعا، وهو طبعا هو بيتكلم معاها. فلو طلبت مني اجهاض جنين، بعرف على طول ان هي شمال، هو الكلام ده كلامه هو. وكنت بركز طبعا في تفاصيل جسمها وفي شكلها. وكان بيبتدي بقى ايه يدرس القضيه يعني. بديها ميعاد عشان نبقى لوحدنا في العياده، ما يكونش معانا حد من الممرضين اللي بيشتغلوا معايا يعني. بعتبر ان ده يعني رضا منها. وبصورها وبطلب منها ان هي تقلع البنطلون، باعتبار ان انا هكشف عليها. بخرج بره الاوضه خالص وبسيبها لغايه ما تغير هدومها، وبديها مخدر تقريبا نص سنتي لغايه ما تتخدر، وبعمل مفعول بيعمل مفعوله حوالي 15 دقيقه، لغايه ما بتخلص وكده اهوت. انا بحاول في الفتره دي بقى ايه اعمل العلاقه في الوقت ده، وابتدي احضر بتاع الكاميرات بتاعتي، واصور الزاويه، امارس العلاقه لغايه ما اخلص واخلص اعمل حاجه وحشه يعني. ببقى عارف طبعا مواعيد الحمل بتاعتها، عشان كده انا مببقاش خايف من الحمل ولا حاجه، واخلص واقفل الكاميرات وهي بتفوق ولا كأن اي حاجه حصلت خالص. خلاص لغايه كده كويس يعني. هي البنت اللي اسمها مريم دي هي اللي كشفت الستر بتاعه. اول حاجه جاب اللي اسمه منعم اللي هو خطيبها، هي كانت مخطوبه، وجابه قال له لا مش مني انا. هي كان في واحد زمان اسمه منعم، مش عارفه اسمه ايه كده، من سنتين هو اللي افقدها عذريتها، بس هي حملت من واحد اخو صاحب اخوها، عليه العوض ومنه العوض.
بس فالمهم ان هو البنت طبعا ما عرفت كده، هو بقى يساومها وكده وبقى يقول لها انا هعمل معاك انا كمان وبتاع، فما قدرتش تتكلم، يا اما قال لها يا اما كده يا اما هفضحك. فطبعا البنت جارته وبقت تعمل معاه اللي انا قلت لكم عليه في المقطع اللي فات. المهم ان هي بعد كده راحت بلغت عنه. هو راح بلغ عنها ان هي سحبت مبلغ 47,000 جنيه، ما اعرفش 48,000 جنيه من العياده. و وبعدين انا يعني بحكي لكم القصه دي كلها، مش عايزه اخش في الثغرات اللي احنا ملناش دعوه بيها. انا قاريه القصه كلها وعارفاها وكل حاجه، بس انا بجيب لكم المريض نفسيا ده هو اللي عمله. هو استفاد ايه من كده؟ يعني عايز اعرف استفاد ايه من كده. ده راجل كبير وشايب وعايب، ايه اللي هو بيعمله ده؟ انا ما رضيتش اعقب لكم في اول الفيديو عشان يعني مش عايزه اعطل السيناريو بتاع الفيديو، عشان تبقى بتاع التسلسل كده موجود عندكم كله. لكن انت ازاي بتعمل حاجه زي كده هو وفي عيادتك، واللي تخدرها واللي تبقى بمزاجها واللي مش بيقول 10 مرضى بس هم اللي كنت بخدرهم وما كانش بمزاجهم. طب ليه؟ طب اللي بمزاجها ماشي تستاهل وتستاهل كل اللي يجرى لها، لكن اللي مش بمزاجها تعمل معاها كده ليه؟ ما ده يبقى اغتصاب برضك. بس اللهم صل على النبي. طبعا اتقبض عليه وقالوا له افتح التليفون بتاعك. رفض كتير، وبعدين فتح التليفون بتاعه. لقوا طبعا البلاوي الزرقاء اللي على تليفونه. وبعدين فتشوا العربيه بتاعته، لقوا الهارد ديسك والحاجات اللي متصور عليها والكاميرات، ولقوا 7000 جنيه ونص وقبضوا عليه. اللهم صل على النبي. تعبت جدا من الكلام، اديني ريست. هي دي كل القصه اللي بتاع طبيب رود الفرج. طبعا حكيت لكم عن تخاطيف كده اهوت من القصه. لو عايزيني اكمل لكم القصه الحلقه الجايه، عشان خاطر انا مشغوله جدا وعايزه انزل وكده، قولوا لي كده اهوت. لو طبعا هقول لكم على الحكم اللي اتحكم عليه، اغرب حكم بردك. هو ما قتلش ولا اي حاجه، بس سبحان الله احالوا اوراقه لفضيله المفتي. فهو ده المفاجاه اللي انا يعني استغربت لها في الفيديو كله، لان ازاي يعني هو ما قتلش ولا عمل اي حاجه، بس هو عمل الاسوأ بالقتل. هو عمل جرم مع 60 ست، يعني ازاي يعمل حاجه زي كده في عياده؟ ده هو خلى الدنيا بزراميط خالص. فقولوا لي كده عقبوا لي على الفيديو، واللي اشترك في القناه عندي متشكرين جدا عن تاني مره. معلش انا متلهوجه، اعذروني اليومين دول، مش عارفه اصور فيديوهات خالص اليومين دول عشان عندي ظروف بس كده في البيت. فمعلش شجعوني كده بكلمه، وان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى احسن من ده 100 مره، بس يكون كده على هداوه، واكون عشان بس مستعجله وورايا مشوار. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، هيبقى احلى من ده 100 مره.